مساء الفل. عاملين ايه اخباركم؟ اتمنى الاجزاء اللي فاتت كانت سهله وقدرتوا ان انتوا تفهموها كويس. ان شاء الله تكونوا فهمتوها كويس. طيب الفيديو ده فيه ايه؟ الفيديو ده فيه كويز، فيه امتحان، فيه مراجعه على ايه؟ على اول 4 chapters. يعني لو انت في كاريو خلصت 1 و 2 و 3 و 4، 1 و 2 و 3 و 4، فانت جاهز انك تحل الامتحان ده دلوقتي. لو لسه مخلصتش اول 4، احنا منزلين تقريبا 2 فيديو بيشرح اول 4 شباتر، والمفروض الدنيا تكون كويسة جدا يعني وسهلة ان شاء الله. فانا طالب منك ايه؟ قبل ما تكمل الفيديو ده وتشوف الحل بتاعنا، لا، هتلاقي اللينك موجود. لو انت على اليوتيوب هتلاقي اللينك في اول في الديسكريبشن. لو انت على فيسبوك هتلاقي اللينك في اول كومنت في ال الامتحان ده. فعاوزك تدخل تحله الاول لوحدك، وبعدين تشوف انت جبت فيه كام، وتشوف الاخطاء، وبعدين تيجي تشوف بقى الفيديو ده وتشوف الحل بتاعنا. فلو سمحت متكملش الفيديو ده قبل ما تحل الامتحان ده لوحدك الاول وتفكر فيه براحتك خالص وتخلصه. مهم مهم مهم. طيب، بعد ما او اول ما هتكليك على اللينك ده هتلاقي ايه؟ هتلاقي جوجل فورم ده اتفتح لك، مكتوب كويز 1 بي 4 اف، لان دي كل او ده كويز او امتحان على كل حاجه قبل اف. كويس. طيب، اول حاجه هتلاقيه بيقول لك هنا ريكورد الايميل بتاعك. لازم طبعا تكون مسجل بالجيميل بتاعك، ده عادي هياخده من البراوزر بتاعك عادي خالص. وبعدين دخل الاسم بتاعك هنا، انا دخلت اسمي، وبعدين دخل رقم موبايلك هنا. خلاص، يبقى انت كده سجلت خلاص في الكويز ده. وبعدين اعمل نيكست. تعمل نيكست هتلاقيه بقى فتح لك الاسئله. تمام تمام. تعالى بقى يلا نحل الاسئله واحده بواحده كده ونشوف الدنيا فيها ايه او هنحلها ازاي. طيب، اول سؤال بيقول ايه؟ بيقول choose the correct code to print hello world to the console. يعني اختار الكود الصح. الترجمة كمان مكتوبة تحت، اختار الكود الصح علشان تبرنت hello world to the console. خلينا متفقين على حاجة، احنا بنقرأ الاختيارات كلها. بنقرأ الاختيارات كلها. طيب اوكي، تعال نشوف اول اختيار بيقول ايه. بيقول console.log hello world. تقول لي خلاص يعني هي رقم واحد، ما هو console.log اهي. احنا اتفقنا بنقرا الاختيارات كلها، يبقى اول واحده دي احتمال تكون صح. تاني واحده out.println، لا هي غلط اصلا، ما عنديش حاجه اسمها out.println دي. تالت حاجه console.log. ايه ده في هنا console.log وكان في الاول console.log. طب ايه الفرق بينهم؟ واحده واحده. رقم 4 فيها برضو console.log. لا ثواني بقى، احنا محتاجين نركز شويه. هو ايه الفرق بين console.log الاولى وconsole.log التانية؟ الاولى فيها سي كابيتال، هنا فيها سي سمول، وهنا فيها سي سمول. طيب هي console.log الصح السي فيها كابيتال ولا سمول؟ لا هي سمول، احنا متفقين ان هي سمول. فخلاص احنا مستبعدين الاولى ومستبعدين التانية، فهي يا التالتة يا الرابعة. طيب التالتة console مكتوبة صح، .log مكتوبة صح، هنا console مكتوبة صح، .log مكتوبة صح، فالاتنين زي بعض. طيب تعال نشوف الاقواس. بعد اللوج انا عندي فيه فتحة قوس وقفلة قوس. هنا بعد اللوج في فتحة قوس وقفلة قوس. طيب الاقواس مظبوطة. طيب تعال نشوف كده الكيرل بريسز، اللي هي عاوزة مش الكيرل بريسز، الدبل كوتيشن، اللي هي ال على علامتين التنصيص. تمام. فتعال نشوف كده، هنا علامة التنصيص مفتوحة ومكتوب جواها هالو وورلد ومقفولة صح. هنا علامة التنصيص مفتوحة مكتوب جواها هالو وورلد ومقفولة صح. يعني كده البنية نفسها مظبوطة. ممكن بقى المشكلة في الكلمة صح. تعال نشوف هنا هالو، ثواني، كوما وورلد ولا هالو وورلد على طول. نرجع نشوف هو عاوزني اعمل ايه. هو عاوزني اعمل هالو كوما مسافة وورلد علامة تعجب. تاني هو عاوزني اعمل ايه؟ هالو كوما مسافة وورلد علامة تعجب. تعال نشوف مين فيهم كده. هنا هالو كوما مسافة وورلد علامة تعجب. خلاص هي دي. هنا هالو مفيش كوما، علشان مفيش كوما فدي هتبقى غلط. فالإجابة الصح هتكون هي رقم 3. تمام. هتفرق. شفت احنا مشينا ازاي واحدة واحدة بنقارن لحد ما وصلنا للإجابة المظبوطة. طيب تعالى يلا نشوف اللي بعد كده. دي أول واحدة. Choose the correct way to initialize a variable named score with a value of 95. اختار الطريقة الصحيحة لتهيئة أو للإعلان عن متغير باسم
سكور وحط جواه قيمه 95. تعال نشوف مين فيهم الصح. هل سكور بتيكوال 95 على طول؟ لا، هي دي عمليه الاسناد، دي عمليه ان انا باساين فاليو جوه سكور، بس دي مش صح. هو عاوز اعمل انيشاليز الاول، عاوز اديكلير الفاريبل الاول. طيب كونست سكور، لا ما خدناش كونست. طيب في let سكور بتيكوال 95 سيمي كولن، ده صح؟ انا عارف ان دي الصح. طب تعالى نقرا الرابعه برضو احتياطي. var دي اختصار لفاريبل. 95 بتيكوال سكور، لا انا عندي let سكور بتيكوال 95، يبقى هي دي المظبوطه لان هي دي اللي عندي. طيب حلو قوي، تعال نشوف اللي بعد كده. choose the correct code to print the value of variable named username to the console. اختار الكود الصح علشان تعمل print، تطبع value of variable، تطبع الفاليو اللي جوه الفاريبل. ركز قوي في دي، لطباعة قيمة المتغير اللي اسمه ايه؟ اسمه username to the console، علشان نعملها على الكونسول. طب تعال نشوف. اول واحده console.log دي مظبوطه، وبعدين جواها هنا حط يوزر نيم بس بين سنجل كوتيشن، لا دي مش مظبوطه. المفروض لو عاوز ابرنت القيمه بتاعه الفاريبل لازم اكتب اسمها لوحده. يعني لو عندي هنا let x بتيكوال 5 وعاوز ابرنت الاكس، هقول له ايه؟ هقول له console.log، وبعدين بين الاقواس دي المفروض اكتب هنا اكس من غير اي حاجه. ليه؟ علشان يروح في الميموري يدور على قيمه اكس، يلاقي فيها 5، يجيب ال5 يروح يبرنتها هنا زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات. تمام؟ لو مش فاهم اللي انا قلته ارجع للفيديو اللي فات اللي قبل ده على طول. طيب فالاجابه الاولى غلط. طب الاجابه الثانيه console.log username، اظن ان دي صح. طب بس تعالى نقرا الباقيين. في console.log username، وفي هنا console.log username. طيب اول حاجه نشوف الفرق بين الاثنين دول. هنا console.log و console.log الاثنين زي بعض بالظبط، وهنا في يوزر نيم بس الان كابيتال، وهنا يوزر نيم الان سمول. ايه اللي هيحكم لي؟ السؤال قال لي الفاريبل اسمه ايه؟ اسمه يوزر نيم بان كابيتال، يبقى اذا انا عاوز الان كابيتال، خلاص يبقى انا هاخد دي. بس ثواني، في عندك واحده كمان بان كابيتال. طيب ثانيه واحده، محتاج تركز في حاجه تانية. هنا console.log console مكتوبه صح، بس لو جيت تشوف هنا console تلاقيها مكتوبه غلط، الا مفيش اي. هي الصح باي ولا من غير اي؟ لا الصح باي، يبقى دي صح. فهمت الفكره؟ عادي انك هتلاقي في الامتحان حاجات بسيطه قوي واختلافات بسيطه قوي، محتاج تكون مركز كويس، محتاج تعرف تقارن كويس. طيب يبقى الاجابه الصح هي دي console.log، وبكتب يوزر نيم من غير اي quotations. طب حلو قوي، تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. what are the correct code to print number 42؟ ايه هو الكود المظبوط علشان نطبع نمبر 42؟ ركز قوي، قال لك كلمه ايه؟ قال لك نمبر، عاوز اطبع الرقم اللي هو 42. فلو جيت تشوف الاولى console.log 42 دي هتبرنت ايه؟ هتبرنت 42. ايه ده؟ يعني دي صح؟ لا مش صح. ليه؟ لانه حط 42 بين دبل كوتيشن. ولو فاكر في الفيديو الاول قلت لك ايه؟ قلت لك اي حاجه بين دبل كوتيشن بالنسبه لي انا سترينج. فلما اجي اقول لك انا عاوز ابرنت الرقم 42 هتحطه بين دبل كوتيشن؟ لا غلط، ما بقاش رقم، بقى سترينج. فبالتالي الاولى دي مع انه هيبرنت 42 بس غلط. تعال نشوف الثانيه console.log 42 من غير اي دبل كوتيشنز، هي دي الصح. وكلمه console مكتوبه صح، ودوت صح، ولوج صح، وبين قوسين الاقواس مظبوطه، و42 مظبوطه. نقرا الباقيين برضو احتياطي. برنت 42 غلط خالص. console.out، لا ما عنديش حاجه اسمها console.out، اسمها console.log. طيب حلو قوي، تعال نشوف اللي بعد كده. what is the output of the following code؟ ايه هو الاوتبوت للكود اللي جاي ده؟ ايه هو الكود اللي جاي؟ تعال نشوف. console.log 10 في 5 ناقص 2. ركز في اولويات العمليات الحسابيه. عندي الاول ايه؟ الاقواس، وبعدين الضرب والقسمه، وبعدين الجمع والطرح. بمشي من الشمال لليمين، دي اولويات العمليات الحسابيه، رياضه عادي خالص، ركز فيها. فلو جينا نبص هنا هنلاقي console.log وما بين الدوت log فيها كام؟ فيها 10 في 5 ناقص 2. اول حاجه هنعملها من الشمال لليمين، ال10 في 5 بكام؟ ب50 ناقص 2، يبقى 50 ناقص 2 يديني 48. فالمفروض في اجابه فيها 48، هي دي. مش محتاجين طبعا نقرا الباقيين، هي 48 احنا حليناها وطلعت فعلا 48. طيب حلو قوي، تعال نشوف اللي بعد كده.
ايه هو الاوتبوت للكود اللي جاي ده؟ الكود اللي جاي ده console.log 17 مودولس 5، 17 مودولس 5، يعني باقي قسمة ال 17 على الخمسة. طب بجيب باقي القسمة ازاي؟ الطريقة السهلة اللي قلت لك عليها قبل كده، سهلة جدا يعني، ان شاء الله مش هتكون صعبة ولا حاجة. تعالوا نجيب بس نغير الحتة دي كده. طيب الطريقة السهلة جدا هي ايه؟ هي 17 على 5 تنفع؟ لا ما تنفعش، نقص منها واحد، بقت 16 على 5 تنفع؟ لا لسه برضو ما تنفعش، ناقص منها كمان واحد، بقت 15 على 5 تنفع؟ 15 على 5 فيها التلاتة فدي تنفع. طيب انت نقصت كام؟ نقصت 2 صح؟ اهي نقصت واحد وكمان واحد، فانت نقصت 2، اذا الاجابه الصحيحه هتكون 2. فاللي انت نقصته هو هيكون باقي القسمه، اللي انت نقصته هو اللي هيكون المودولس. تمام؟ فالمودولس هنا 17 على 5 فيها الاثنين. طب انا ما فهمتش لسه. طيب تعال هديك اكزامبل تاني. قول لي باقي قسمه 18 على مثلا كام؟ 4. 18 على 4 فيها كام؟ 18 على 4 فيها كام؟ تنفع؟ لا ما تنفعش. طيب نقص من 18 واحد بقت كام؟ نقصنا منها واحد بقت 17 على 4 تنفع؟ لا برضو ما تنفعش. نقص منها كمان واحد بقت كام؟ بقت 16 على 4 تنفع؟ 16 على 4 فيها 4 لان 4 في 4 ب 16. يبقى نقصت كام؟ نقصت 2، يبقى باقي القسمه كام؟ 2. فهمت؟ لسه ما فهمتش قوي. انت بتعمل ايه؟ لا ما تفتحيش الحاجات دي. طيب ما فهمتش قوي، اقفل. ما فهمتش قوي. طيب ممكن تقول لي 18 على 5 باقي القسمه كام؟ تقول لي 18 على 5 ما تنفعش. طيب ناقص منها واحد بقت 17 على 5 تنفع؟ ما تنفعش. طيب ناقصنا واحد اهو، ناقص كمان واحد بقت 16 على 5 تنفع؟ لا برضو لسه ما تنفعش. طيب ناقص كمان واحد بقت 15 على 5 تنفع؟ دلوقتي تنفع 15 على 5. طب انت نقصت كام؟ نقصت 3، يبقى باقي القسمه كام؟ 3، يبقى المودولس كام؟ 3. طريقه سهله، في طرق كتير تعرف تجيب بيها بقى الاسم اللي تعرف تجيبه بيها هاتوا بيها عادي، رياضه ملناش علاقه. طيب فالاجابه هتكون هنا 2. تعالى اللي بعدها بنقول ايه هو الكود بتاع الناتج ده؟ 20 على 4 ناقص 2. قلنا اولويات عمليات حسابيه، لو في اقواس خلصها الاول وبعدين كمل، لو في اقواس خلصها الاول وبعدين ايه؟ وبعدين نكمل. تعال نشوف في هنا 20 على 4 ناقص 2. طيب الاول هنخلص الحاجات دي. 4 ناقص 2 فيها كام؟ دي 2، تبقى 20 على 2 تدينا 10 صح؟ فالاجابه الصحيحه هتكون 10. كويس قوي. يلا ما هو الرمز المستخدم لبدء تعليق في سطر واحد؟ which sample is used to start single line comment in JavaScript. single line comment هو ايه؟ هو ده. هل ده؟ لا. طب هل ده؟ لا. طب هل ده؟ لا. خلاص احنا عارفين ان السنجل لاين كومنت بنبداه بايه؟ بنبداه بالدبل باك سلاش. طيب حلو قوي. تعالى نجيب حته ثانيه تكون فاضيه كده ونكمل نشوف عندنا ايه. which operator is used for multiplication in JavaScript. ايه هو الاوبريتور؟ ايه هو المعامل المستخدم للضرب في الجافا سكريبت؟ ايه هو؟ الاكس؟ لا الاكس دي في الرياضه العاديه. طيب هل هي الاستريك دي؟ صح جدع، هي الاستريك دي، فده الصح. هل ده؟ لا. هل تايمز؟ لا. الحاجه الصح اللي بنستخدمها في الضرب في المالتيبليكيشن في الجافا سكريبت هي الاستريك دي. حلو. اللي بعده what are the output of the following code. ايه هو الاوتبوت بتاع الكود ده؟ 15 على 3. سهل قوي صح؟ خلاص الكلام ده فاضي يعني. 15 على 3 فيها 5، 3 في 5 ب 15 فخلاص هي برنت. لو لاحظت هتلاقي console.log مكتوبه صح وبعدين هنا 15 على 3 ومفيش دبل كوتيشنز، اذا هيديني 15 على 3. طب لو كان قال لك console.log وعمل كده 15 على 3 كان ايه هتبقى النتيجه؟ كانت هتبقى النتيجه 15 على 3 لانه هو في الحقيقه اللي كتبه ده سترينج لانه بين دبل كوتيشن. كويس. طيب حلو قوي. تعال نشوف اللي بعد كده. ايه هو الاوتبوت اوف ذا فولوينج كود؟ ايه هو الاوتبوت ده؟ ركز قوي في الاثنين دول بالله عليك، ركز قوي قوي في الاثنين دول. هقولهم لك مره وخلاص بقى انساهم، مش تتلخبط فيهم تاني ومش تغلط فيهم تاني. الكود ده بيقول ايه؟ console.log 5 زائد 3 زائد 2، بس الخمسة بين دبل كوتيشن. 5 بين دبل كوتيشن. بص احنا اللوج بننفذها من الشمال لليمين، فلما اجي هنا جوه اللوج نفترض ان دي اقواس اللوج، قلت لك 5 زائد 3
زائد 2، مش كلهم زائد، انا بنفذ من الشمال لليمين. تعال نشوف. 5 دي عبارة عن string، و3 دي عبارة عن رقم. لو عندي string ورقم بعمل ايه؟ بعمل concatenation، صح؟ بحط ده جنب ده. يعني 5 زائد 3 هتبقى عبارة عن ايه؟ كأنها بالظبط هتبقى 5 3 بالشكل ده. تمام؟ وزائد 2 لسه زي ما هي، زائد 2. ف5 3 او 53 او 5 3 اللي هي بالدبل كوتيشن دي، لما احط عليها 2 كمان هتبقى ايه؟ تبقى 5 3 2. انا ماشي من الشمال لليمين، صح؟ الخمسة سترينج والتلاتة رقم، الاتنين دول طلعوا لي ايه؟ طلعوا لي 5 3. وب5 3 دي هي سترينج دلوقتي، فلما جيت بعدها ضفت عليها 2 بقت 5 3 وجنبها 2. فالاجابة الصح هنا هتكون ايه؟ هتكون 5 3 2. حلو. شوف بقى اللي بعدها على طول، بيقول لك ايه هو الناتج بتاع 3 زائد 2 زائد 5. شوف بقى هو عمل هنا ايه. 3 زائد 2 زائد 5 بقت بالشكل ده. احنا متفقين ان اللوج بمشيها من الشمال لليمين عادي خالص، صح كده؟ صح. تعال نشوف. 3 زائد 2 دي عبارة عن ايه؟ عن رقم. ودي عبارة عن ايه؟ عن رقم. تعرف تجمع 3 زائد 2؟ رقم زائد رقم تدينا كام؟ هتدينا 5. خلاص، كأني بالظبط بقول كده الاتنين دول هيدوني 5، ولسه في زائد وبين دبل كوتيشن كده 5. 5 دي ايه؟ رقم. ودي عبارة عن ايه؟ عن string، كلام. طب رقم زائد string ايه اللي هيحصل فيهم؟ concatenation، يتحطوا جنب بعض. ف5 و5 يديني 5 5. فالإجابة الصح هتكون 55. انت خدت بالك؟ نفس الأرقام بنفس كل حاجة، بس ترتيب اللي جوه اللوج فرق معايا ازاي؟ دي بقت الإجابة 5 3 2، دي بقت الإجابة كام؟ 55. عشان ايه؟ علشان هنا الأول في string رقم، هنا رقم string. فهمت الفكرة؟ تمام، اتمنى تكون فهمتها. لو ما فهمتهاش ارجع تاني افهمها. لو حصل لك بقى مشكلة وانت بتحل، خلاص اديك عرفت الحتة دي بتتحل ازاي. طيب اوكي، ايه هو الفاينل فاليو اوف زد؟ هي القيمه النهائيه للزد. تعال نشوف. let زد بت ايكوال 10، ايه اللي هيحصل؟ تعالى بقى زي ما احنا متفقين عادي خالص. او ما قلت له let زد، راح في الميموري فتح مكان سماه ليا زد. حلو. ولما قلت له ان الزد بت ايكوال 10، ايه اللي حصل؟ هياخد ال10 يروح يحطها فين؟ اهو let زد ايكوال 10، ايه اللي هيحصل؟ هياخد ال10 يحطها فين؟ في زد، فيبقى هنا في 10. حلو. وبعدين قال لي زد بت ايكوال زد بلس 5. خلص اللي في اليمين ونحطه في الشمال. يبقى لما قال لي هنا زد بتساوي زد بلس 5، الزد دي بكام؟ لو خلص اللي في اليمين الاول، الزد بكام؟ ب 10. يبقى 10 بلس 5 يديني 15 تروح تتحط في الزد. يمسح ال 10 دي خالص، او يمسح ال 10 دي خالص، ويحط مكانها ال 15. متفقين؟ متفقين. وبعدين قال لي بعدها زد بت ايكوال زد ملتبلاي 2. زد ايكوال زد ملتبلاي 2. اضرب لي الزد دي في 2. هي الزد دلوقتي قيمتها بكام؟ اوعى تقول لي 10. كارثه، اوعى تقول لي 10. لا، هي 15، صح كده؟ ناخد ال 15 نروح نحطهم هنا، فيبقى في هنا 15 في 2 ايكوال زد. 15 في 2 يديني 30، ده بي ايكوال زد. فال 30 دي تتحط فين؟ في الزد، فيشيل ال 15 خالص ويحط مكانها 30. فلما اجي اقول لك ممكن كونسول دوت لوج الزد، تقول لي ايه؟ تقول لي 30. طب لو جيت اقول لك كونسول دوت لوج زد بالشكل ده، هيديك ايه؟ اوعى تتلخبط في دي. حطيت الزد من دبل كوتيشن هيبرنت ليها حرف الزد. لكن هنا قال لي زد من غير دبل كوتيشن، معناها ايه؟ معناها اديني قيمه الزد، فيديني كام؟ يديني 30. حلو. حلو، انا مبسوط جدا باللي انت بتعمله واللي انت عملته. انت شاطر جدا. طيب تعال نشوف ده. let v بت equal 10. يعني ايه let v بت equal 10؟ افتح لي مكان في الميموري سميه v بت equal 10، يعني خد ال10 حطها لي فين؟ في الv. خلاص، يحط ال10 هنا. حلو. وبعدين قال لي console.log value as من دبل كوتيشن، فيبرنت ليا زي ما هي بانها من دبل كوتيشن زي هي value as. تمام. بلس v multiply 2. ايه v multiply 2 دي؟ هي يعني اضرب لي v في 2. هي v بكام؟ ب10. لو ضربتها في 2 بقت كام؟ 20. فكاني بالظبط قلت له value as. خد بالك بقى، value as بعدها في مسافه، وبعدين زائد v في 2 فيديني هنا 20.
بالشكل ده. value as 20 هي دي الاجابه الصح. هتبقى value as 10 لا طبعا. value as v multiply 2 دي كان هيعمل لها امتى؟ دي كان هيبرنتها امتى؟ لو كان عامل كده، يعني لو كان عامل كده هنا كاتب value as وبلس، وهنا عمل برضو دبل كوتيشن كمان، قال لي v multiply 2. خد بالك بقى، عمل دبل كوتيشن بلس دبل كوتيشن، كانت هتبقى بالشكل ده، كان هيعمل لي v as v multiply 2، بس هو ما عملش كده. طيب حلو قوي. تعال نشوف اللي بعد كده. what is the error in the following code؟ ايه هو الغلط في الكود اللي جاي ده؟ تعال نشوف. let name بتيكوال احمد، وبعدها في let name بتيكوال احمد. الاولى let name فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. بتيكوال ما فيهاش مشكله. احمد ما فيهاش مشكله، والدبل كوتيشن موجوده زي ما هي، والسيمي كولن برده موجوده عادي، كل حاجه صح. وبعدين قال لي هنا let name بتيكوال علي، وكل حاجه برده مظبوطه. فايه المشكله؟ تعال نقرا كده. no error لا يوجد اخطاء. احتمال. cannot use let ما ينفعش تستخدم let، لا. variable redeclaration، ركز قوي بقى في دي، اعاده تعريف المتغير. يعني انت هنا قلت لي let احمد equal let name equal احمد، وتيجي تاني تقول لي let name، ما ينفعش. يعني ما ينفعش تقول لي let name روح افتح لي مكان في الميموري سميه name، وتيجي بعدها تقول لي let name يعني روح افتح لي مكان في الميموري تاني سميه name. استخدم مين فيهم بقى؟ ما ينفعش 2 مكان يكون لهم نفس الاسم، يعني منطقيا ما ينفعش ده. فاهم انت؟ لو انا كل شويه اسمي محمود، اسمي محمود، اسمي محمود، اسمي محمود، خلاص يا عم انت تعرفني مره واحده بس، تعرف نفسك مره واحده بس، وبعد كده نبدا بقى نتعامل معاك، لان خلاص احنا عرفناك. فبالتالي ما ينفعش اقول له ليت احمد واجي بعدها اقول له ليت او ليت نيم، واجي بعدها اقول له ليت نيم، واجي بعدها اقول له ليت نيم. لا، هو التعريف بيكون مره واحده بس. فالاجابه الصح هتكون variable redeclaration. incorrect string quotes، هل علامات الاقتباس دي غلط؟ لا مش غلط. خلاص حلو قوي. تعال نشوف اللي بعد كده، وده اخر سؤال، لا فاضل سؤالين. ايه هو الغلط في الكود اللي جاي ده؟ let first number 1 st number من قواعد تسمية المتغيرات انه ما ينفعش يبدأ برقم. من قواعد تسمية المتغيرات انه ما ينفعش يبدأ برقم، بس خلاص الموضوع انتهى. فلما اجي الاقيه بدأ برقم، شوف بقى the name is too long، لا مش مشكلة. missing semicolon، مفيش semicolon، لا semicolon موجودة. variable name starts with number، هي دي اسم المستخدم بادئ برقم، هي دي. حلو. ايه الايرور في الكود اللي جاي ده؟ برضو في let x بتيكوال 10 وبعدين console.log x. ايه الغلط في الكود ده؟ من غير ما نقرا باين قوي. let x بتيكوال 10 خلاص دي صح، مفيش فيها مشكله. console.log مفيش فيها مشكله. فتح القوس حط x وما قفلش القوس. انا دايما لازم افتح القوس واقفل القوس وبكتب في النص، فازاي تفتح قوس وما تقفلش القوس؟ فبيقول هنا الاقواس مفقوده، دي صح، بس هنقرا الباقي يمكن في حاجه تانية مناسبه اكتر. missing semicolon، لا السيميكولون موجود عادي. missing closing bracket، هي دي. لان خد بالك بقى البرانسيز غير البراكتس، مش هدخلك في الحوار ده. البرانسيز حاجه والبراكتس حاجه تانية، هما الاثنين نفسهم اسمهم اقواس ماشي، بس دي بقت مفيده اكتر او دي قريبه اكتر. missing closing bracket لانه حدد المشكله فين هنا، مع ان دي ممكن مجازا نعتبرها صح، يعني لو تعتبرها ان دي برانسيز عادي، بس دي بقت افضل ودي اقرب للصح. اخر حاجه missing variable definition، هل الاعلان؟ لا خلاص، هو احنا كاتبين let 10 بتيكوال بس خلاص. خلصنا كل حاجه. فزي ما انت شفت احنا كده خلصنا الامتحان، واتمنى تكون يعني جبت فيه لحد ما درجه كويسه، لانك لو جبت فيه درجه كويسه معناه ان انت ذاكرت كويس وفهمت كويس، كل حاجه عندك بقت شغاله كويس قوي. اتاكد انك متابعنا على فيسبوك، دي الفيسبوك بيج بتاعتنا عادي خالص، وهتلاقي في الاول خالص برضو الفيسبوك بيج بتاعتنا. اتاكد ان انت متابعنا على الفيسبوك بيج. اوكي دي طبعا ده مش سؤال يعني عادي، ده بس باكد عليك انك تكون متابعنا. وخلاص هتعمل بقى سبميت. اول ما تعمل سبميت ايه اللي هيحصل؟ هيقول لك شكرا جدا ليك، تقدر تتابعنا على الفيسبوك. يا عم خلاص بقى هتابعكم على الفيسبوك حاضر. وبعدين هتلاقي في هنا في فيو سكور. انا دلوقتي ما اعرفش انا جبت كام، عايز تشوف انت جبت كام هتلاقي في فيو سكور، كليك على فيو سكور. توتال بوينت بتاعتي 36 من 36 طبعا، لان انا اللي حاطط الامتحان وانا اللي مجاوب على الامتحان، ف100% هكون جايب 36 من 36. لو كان هنا ناقص بقى اي حاجه، ان في اسئله على 3 درجات وفي اسئله على درجتين، فعادي مفيش مشكله يعني. لو نقصت حاجه ما تقلقش خالص، انزل تحت بقى هيقول لك اول حاجه صح، لو في حاجه غلط هيقول لك ان دي غلط والصح كان كذا. كل الاسئله اللي احنا حليناها تقدر تراجع تاني كل حاجه.
هي لو في حاجه غلط هتلاقيها موجوده عندك. طبعا دي ما عليهاش درجات، دي 3 درجات، دي 3 درجات، دي 3، كلهم 3 تقريبا، ولا في حاجات ب2، في حاجات ب2، دي ب2 ودي ب1، لان يعني دي سهله قوي فاكيد تبقى ب1، ودي ب2 ودي ب2. المهم يعني هتلاقي نفسك جبت الدرجه. راجع كل ده. طيب لو في سؤال انت جاوبته وحاسس ان هو لا انا مش فاهمه، خد سكرين شوت ابعت لي على المسجز على الفيسبوك، هبعت لك ريكورد فيه شرح الحوار كله. الموضوع سهل جدا جدا يعني. حاسس ان في سؤال هنا غلط او احنا غلطنا فيه، ابعت لي قول لي فيه كذا غلط وايه رايك فيه، نتناقش فيه مع بعض نشوف لو فعلا في حاجه غلط او في حاجه مش واضحه. فاهم الفكره؟ بس فدلوقتي المفروض انت تكون بقيت قوي جدا في الجزء من 1 ل4. الخطوه اللي جايه هتكون ايه؟ من 5 ل8، 5 و6 و7 و8، تاني 4 أجزاء اللي هي الجزء بتاع اف. وبعدين بقى نخش على الحاجات بتاعت اند واور ونوت والحاجات اللذيذة الجميلة دي. مش شرط ان انت تخلص كل حاجة، يعني مش الشطارة ان انت تخلص كل حاجة، الشطارة انك تفهم كل حاجة وتقدر تتعامل مع كل حاجة بشكل كويس. يعني انا بالنسبة لي انك تكون خلصت اول 4 أجزاء بشكل كويس جدا وفهمتها كويس جدا، احسن ما تكون خلصت 17 جزء كاملين ومش هتعرف تحل في الامتحان حاجة. فيعني ركز خالص وخليك ماشي معانا، وان شاء الله هننزل الجزء الجديد بتاع اف خلال الاسبوع ده باذن الله. فبسيط يعني، الدنيا سهله ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم.